اهلا بيكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. جايلكم فيديو جديد، وصفة جديدة، وهنعمل مع بعض طريقة حلوة قوي للكرشة. يا رب تعجبكم. معايا طبق بقى هحط فيه ده محلول النقع، هحط فيه كمية من الدقيق حلوة. برضو شوية ملح، يعني هحط حوالي 3 معالق من الدقيق وعليهم 3 معالق من الملح، وليمون كتير بقى، وخل. تمام، هحط بقى فيها الكرشة. طبعا انا الكرشة جايباها متنضفة، احسن بكتير ما اجيبها ولسه هنضفها. ولو انت حابة مثلا تجيبيها وتنضفيها، مثلا هي عندك وعايزة تنضف، بتغلي مية، لازم يكون مية مغلية جدا. حطي فيها معلقة من الكربوناتو، سقطي فيها الكرشة وطلعيها بسرعة وكحتيها بالسكينة. جربي الطريقة ديت، انا بعتمدها وهتقولي فعلا طريقة حلوة جدا. بتكحتيها بالسكينة بتطلع معاكي على طول. لقيتي مثلا الكرشة معاكي بردت، ارجعي حطيها تاني في المية، حطيها وطلعيها. تمام، لان احنا مش هنسيبها في المية، لان احنا مش هنسلقها. احنا بس بنسخن القشور اللي بره ديت عشان تطلع كده. بعد ما حطيتها في محلول النقع، وانا بقى ايه يعني في محلول النقع، هجيبها اشيل الطبقة اللي هي ورا دي، اللي انا وريتها لكم، اللي هي لونها ايه، بيبقى مخضر شوية كده. هشيل الطبقة دي كلها. طبعا ده اسهل بكتير من ان انت تنضفيها. اجيب بقى حله فيها ميه بتغلي، هديها غلوه واحده بس وهرمي الميه، وهرجع اسلقها بقى. يعني لازم تديها غلوه، علشان لو في اي ريم او في اي حاجه انت مش شايفاها. بصوا منظر الريم، مع اني منضفاها كويس جدا، بس برضو بيطلع من على الوش حاجات. خلاص، نضفتها كويس، وبعد كده غليت الميه، ورميت الميه بقى اللي انا كلها ريم ديت، غليت ميه غيرها، واحط بقى فيها الكرشة بعد ما بقى ايه، ما غسلتها تاني. خلاص اسيبها بقى ايه، انا لسه ما قطعتهاش. مش هقطعها غير بعد ما تستوي، عشان هي اصلا بتكش. خلاص هحطها بقى ايه كده في المية بتغلي، تستوي معايا. هقولك على تكاية، لو انتي مستعجلة جدا على الكرشة، هتحطي نص معلقة من الكربوناتو في مية السليق، في المية اللي انتي شايفاها قدامك دي، هتسوي معاكي الكرشة بسرعة جدا. هحط بقى في المية بتاعتي حبهان وورق راولة ومعلقة سكر. ما تنسوش معلقة سكر. انا هنا ما حطيتش فيها كربونات، لان انا ما كنتش مستعجلة عليها، بتاخد وقتها بقى. دي معلقة السكر اللي انا حطيتها. خلاص سيبها بقى ايه، تاخد معايا غلوتين، وهوطي عليها تستوي بقى براحتها. لو انت حابة تطبخيها، لازم تطبخيها قبلها بيوم، علشان دي بتاخد وقت جدا في التسوية. كده خلاص استوت معايا. تعالوا بقى نعمل التسبيكة. معايا بصلاية كبيرة في شوية زيت، وهحمر. ما تكتروش زيت، لان هي اصلا بتبقى فيها مادة دهنية فبتنزل دهون. ومعلقة توم كبيرة. هشوح البصل مع التوم، يعني انا شوحت البصل الاول وبعد كده نزلت بالتوم. هشوح برضو التوم مع البصل كده لحد ما ياخدوا لون، عشان الصلصة بتاعتي تبقى حمرا. هشوح بقى معاهم الكرشة. جربي كده تشوحي الكرشة مع البصل والثوم. مسكتها بقى كده ايه بالمقص وقطعتها. مقص المطبخ، يعني ده مخصوص للمطبخ. خلي عندك مقص كده يبقى بتاع المطبخ والاكل. اقلبها بقى كده مع الثوم والبصل لحد ما يتشوحوا، وهنزل عليهم بقرن فلفل حامي. مش حابه الفلفل الحامي، حطي فلفل رومي عادي جدا. وهقلبهم بقى كده كلهم مع بعض بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي. وهنزل بقى بالبهارات بتاعتي. احط بقى فلفل اسود وكمون وكزبرة ومكعب من المرقة. ولو عندك بهارات لحمة حطي، عندك السبع بهارات حطي. دوت بقولهولك لو انت ما تعرفيش، لكن لو انت عارفة بقى البهارات اللي بتحبيها حطيها. انا طبعا كل ما بنزل بمكون، مثلا فلفل اسود اديله تقليبة، نزلت بالكزبرة ادي تقليبة كده، عشان اشم ريحة البهارات. عادي. وممكن لو انت حطيتيها كلها مرة واحدة، الموضوع عادي جدا، مش صعب يعني. احط بقى شوية خل بقى، شوية الخل بقى دولت هيودوا الكرشة في حتة تانية. جربي بقى الكرشة بالطريقة بتاعتي. ولو انت اول مرة بتشوفوني، يا ريت تحطوا لايك واكتبوا كومنت حلو، واشتركوا في القناة. دوسوا على زرار اللي عند الاشتراك مرة، تاني مرة يعني دوسوا عليه مرتين، تاني مرة اختاروا الكل، علشان كل لما انزل فيديو يوصل لكم. ولو انت ما اخترتيش الكل، هيبقى الاشتراك عندي مش ظاهر اصلا ان انت اشتركتي. عندك دي بقى تعليق عشان تثبتي حضور. هنحط بقى، لو انت عندك حبهان ناعم حطي، ما عندكيش عندك في الصوص زي كده
حطيها، وبعد كده لما تيجي تغرفي ابقي اصطادي بقى الفصوص دي تشيليها. كده خلاص. بعد ما حطيت بقى ايه صلصة، ما كتريش قوطة كتير علشان هي ما بتحبش القوطة كتير. خلاص. حطيت القوطة بتاعتي بقى وسبتها بقى، هي كانت مستوية سوا كامل. اديتها غلوة بقى مع القوطة، وبعد كده قطعت بطاطس مكعبات. جربي بقى تحطي بطاطس مكعبات مع الكرشة، حلوة جدا. بتاكلي البطاطس وبتسيبي الكرشة. هو ده بقى شكلها بعد لما استوت. طعمها حلو جدا، ريحتها احلى. جربوها، يا رب تعجبكم. مع السلامة، اشوفكم